احنا موجودين في الدنيا للعبادة الله سبحانه وتعالى، وان احنا نجتهد ونشتغل ونعمل كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها. اتخلقنا الانسان في النص، وبينه في الدنيا طريقين، طريق نهايته الجنة وطريق نهايته النار. اللهم اجرنا من النار وعذابها. بمثل لكم المثل دوت ليه. الموبايل دوت ليه برضو طريقين، وانا اشوف الطريق اللي انا هستخدمه فيه. هستخدمه ان انا اتفرج على حاجات مش كويسة. يعني احنا بقينا في عالم مفتوح، وكل حاجة من زرار بتقدر تجيبها. انا ممكن اتفرج على داعي اسلامي يعرفني اكتر، يفهمني اكتر عن طريق الموبايل، وممكن برضو الموبايل ده نستخدمه في حاجة توصل للنار، واللهم اجرنا من عذاب النار. فالموبايل دوت والسوشيال عامة سلاح ذو حدين، واحنا بنختار اني طريق هنمشي فيه. احنا بايدينا الاختيار. ربنا سبحانه وتعالى خلق البني ادم وعنده عقل يميز بين الصح وبين الغلط، بين الحلال وبين الحرام. احنا بقينا في زمن ظهر فيه فتن كتير جدا، فلازم نتكلم ونوعي اللي اصغر مننا واللي اكبر مننا، ونوعي نفسنا برضو، لان النفس اماره بالسوء. فان انا استخدم الموبايل ابقى عارف انا هستخدمه في اني طريق. الموبايل دوت والسوشيال عامه فيها طريقين، وفي الاخر انا اللي بختار الطريق اللي همشي فيه، او الطريق اللي انا بتأثر بيه، او الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيه. فان انا امسك موبايل واقعد اتصفح على السوشيال، لازم اختار الحاجات اللي بدخل عليها، لازم اختار الحاجات اللي بشوفها. ممكن حاجات كتير جدا جدا انا بستفيد بيها. بقعد اتفرج على داعية اسلامية كتير جدا جدا جدا، بستفيد منهم، باخد منهم معلومات انا ممكن معرفهاش عن ديني، وعن الاخلاق الدينية، وعن ازاي البني ادم يبقى انسان كويس نافع لبلده ولنفسه ولاولاده ولكل حاجة. في نفس الوقت ده برضو ممكن نستخدمه بطريقة غير كويسة. فالموبايل والسوشيال سلاح ذو حدين، واحنا في الاخر اللي بنختار الطريق اللي بنمشي فيه. فلازم الواحد يختار صح، علشان لما نيجي في يوم من الايام نقف قدام ربنا ونتحاسب. كل حاجة هنتحاسب عليها، ان كانت صغيرة ولا كبيرة. كل حاجة صوابعنا، الصوابع ديت هتشهد علينا، الرجل هتشهد، كل حاجة هتشهد علينا. فلازم نفكر ان احنا مهما قعدنا في الدنيا ومهما الدنيا طالت بينا، اكيد هنروح لربنا سبحانه وتعالى، وهيسألنا عملتوا ايه، وضيعتوا وقتكم في ايه، وكنتوا بتعملوا ايه. فبين الخير والشر شعراية، واحنا الخير، طريق الخير احسن لينا، لان في النهاية هنوصل لمكانة كويسة عند ربنا سبحانه وتعالى. والبني آدم هو اللي بيختار طريقه بإيده. البني آدم هو اللي بيختار. ممكن النفس الأمارة بالسوء توسوس للبني آدم في بعض الوقت، يعني ما فيش إنسان خالي من الأخطاء ولا خالي من الذنوب. فربنا سبحانه وتعالى أصلا خلقنا في الدنيا وعارف إن إحنا هنغلط وهنرجع لربنا ونستغفر ربنا. اللي تعصموا من الذنوب هم الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى عصمهم من الذنوب، زي سيدنا يوسف. هو كل الأنبياء زي سيدنا يوسف لما ربنا نجاه من الفتنة. فالأنبياء هم بس اللي ربنا اصطفاهم وخلاهم ما يغلطوش. لكن احنا ربنا عارف سبحانه وتعالى ان احنا هنغلط وهنرجع له وهنستغفر ربنا، وربنا هيستقبل. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا توبة، وعمل لنا رحمة، وعمل لنا مغفرة كتير جدا جدا جدا، بس قبل فوات الأوان. يعني البني آدم يرجع لربنا وهو لسه صغير وهو لسه شاب، قبل ما يكبر يبقى باب التوبة صعب بالنسبة له. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تحسبن الله غافلا عما